على مدار حياتك هتقابل نوعين من الشخصيات. آه، سواء ده كان في الدراسة، سواء كان في الشغل، أيا كان المرحلة اللي أنت فيها يعني، أو بصفة عامة بتتعامل مع الناس. النوع الأول هو اللي هتلاقي، أو الشخص الأول، أو هنقول مثلا ألف من الناس يعني. هتلاقيه اللي هو حد كويس، حد بيساعدك، حد ما بيبخلش عليك بمعلومة، أسلوبه حلو في التعامل. كل النقاط دي يعني اللي هم حابب يعلمك، يكون سبورت ليك. عن النقيض التاني، عكس بقى النوع التاني، آه، اللي هو حد حابب هو يكون ظاهر، انه الدنيا ما تمشيش غير بيه هو. ده لو في الشغل، لو طالب مثلا تلاقيه لا، كذلك المعلومة اللي هو عايز يكون عارفها هو وحده عشان هو اللي ينجح، يجيب درجة نهائية في الآخر ويقفل. فما بيرضاش يذاكر مع زمايله أو يذاكر لحد أو يشرح لحد. كذلك لو في الشغل مثلا حابب هو يكون معروف، هو اللي يعني مثلا الدنيا تمشيش غير بيه هو. آه، فلو انت من النوع الاول ده شيء جميل جدا. لو من النوع الثاني يعني حاول يعني تريح نفسك يعني. ده كل اللي اقدر اقوله. بس ولو انت تعرف حد من النوع الثاني وبتتعامل معاه، مش هقول لك تجنبه، ولكن حاول انه ما يأثرش عليك. يعني خليك زي ما انت كشخصيتك عادي، ان انا اساعد اي حد، بخلش على حد بمعلومه. سواء انا دي زمايل في الدراسه، يعني انا طالب مثلا بسمع الفيديو ده وانا طالب، او بسمع الفيديو ده وانا في شغل، ايا كان المرحله اللي انت فيها. فيعني الدنيا بسيطه، وهتسهل الدنيا. هتلاقي بكره وبعده اللي بتعمله خير ربنا بيعوضه لك وبيرده لك. انما لما تعجل الدنيا او توقف الدنيا، فمش مستاهله يعني. الدنيا مش مستاهله خالص. على راي حد قال لك: حد ضامن عمره ولا رزقه. فمفيش حاجه مستاهل ان انا لو انا بدرس مثلا زمايلي ابخل عليهم بمعلومه، او ما اشرح لهمش، او اجيب لهمش ملازم يعني. كل النقاط دي. او لو انا في شغل مثلا اكون بس ان انا بس اللي ظاهر، ويهمنيش المصلحه تنقضي ولا لا. او انا اكون فاتح مشروع معي حد، فانا حابب اظهر في الصوره. كل النقاط دي يعني. مش عارف ايه اللي خلاني اطلع اقول الفيديو ده دلوقتي، ولكن انا يعني انا لاحظت ده من خلال مثلا تعاملي مع الفترات اللي فاتت، سواء فترات شغلي. يعني انا لسه صغير، ما اشتغلتش كتير، ولكن يعني الحمد لله نزلت شغل مرة واثنين وثلاثة. ففعلا يعني كان في مديرين، او على فترة الدراسة يعني برضه، عشان يعني الفيديو ده مش موجه لحد. ربما حد يسمع يكون مدير ليا من المديرين يعني اشتغلت معاهم فيزعل. لا، الفيديو ده حقيقي بكل أمانة. الفيديو ده يعني كده من القلب، يعني طالع فضفض شوية. بس فدي الفكرة. فممكن يكون في يعني مثلا تلاقي يكون في مدير مثلا، حد كويس بيساعدني، يقول لي اتعلم دي ازاي، تعمل دي ازاي، واحد اتنين تلاتة. ايا كان الفترة اللي قضيناها مع بعض يعني. فلحد دلوقتي الله يمسيه بالخير. فطبعا كذا حد يعني من اشتغلت معاهم، او كزمايل لي. يعني ليا حد برضو من زمايل ما شاء الله، كنا نفس المدرج. دلوقتي ربنا كرم وهو شغال في السعودية في مزارع. فانا اصلا تخصص اقتصاد، ولكن متجه للمبيدات شويه. فهو كذلك كان معي نفس التخصص، ولكن سبقني بشويه وذاكر وشد حلو يعني. ما شاء الله ربنا يوفقه في السعوديه دلوقتي، حاجه كويسه جدا. ف يعني دايما نصايحه لي على الواتساب والريكوردات والابعات لي حياتي اذاكرها. فبصراحه حاجه جميله جدا. بالعكس برضو في حد تاني ممكن الوقت شكرا ما خلصنا الدراسه، او لو عوزت حاجه يقول لك حاضر ماشي. فأيا كان يعني خير إن شاء الله، وشكرا.